مثل كل العالم، أنا كمان قاعد عم بحضر أخبار شو عم بيصير بلبنان. أكيد قبل ما تبلش هيدي المعركة الشنيعة والهجوم الكبير على لبنان من وراء حزب الله وأذرع إيران وسياسات الخامنئي الزب الأكبر، بلا ما نفوت بالنقاش هلا بتابع الأخبار. صراحة بالعمر اللي وصلت له بخبرتي، وأنا ابن الحرب، عشت الحرب الأهلية كلها بلبنان، كنت عسكري برات لبنان، شفت حروب، شفت دمار، شفت عذاب. صرت إنسان لسوء الحظ كتير اشياء قليلة بتأثر فيي، يعني الدمار والقتل والدم والجتت كيب ووكينج، بضل ماشي، ما بقدم ما بأخر. بس هيدا المنظر بدي احط لكم اياه، ما بيهمني من وين جاي، من لبنان. اكيد بيأثر علي اكتر لانه بلدي بحبه، واهل بلدي لو شو ما كان بحبهم. بس هيدا المنظر لو كان الطفل هيدا من لبنان، من غزة، من إسرائيل، من الصومال، من جزر الكوراساو، هيدا المنظر ما بينحمل. هاي البناية على الأرض، صارت البناية على الأرض. يلا يا حبيبي، يلا 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 حمد، يلا بعده عايش أكسجين. يا شباب ما بعرف شو بدي أقول. مين جاب لنا هالكارثة؟ هو بركي كان مآمن باللي عم بيعمله، بركي ما في غير شي يقوله، بركي كان مآمن فعلا باللي عم بيعمله. بس شوف شو نتيجته، اللي انت مآمن فيه شوف نتيجته شو صارت، شو كانت، شو هي على لبنان وأهل لبنان وأهل أهلك، أهل بيئتك، أهل دينك، اللي عايشين وعم بيناموا على الزفت من وراء عقيدتك وإيمانك بعقيدتك التوسعية الإيرانية الفارسية الصفوية الملالة. هاي المزبلة اللي انت بعقلك، يعني مزبلة الأدمغة، دماغك كان بمحل كله زبالة، عايش بهالزبالة، وصار فيك اللي انت كان بدك اياه، الشهادة، ما هيك؟ اختفت اللدغة. الله يغمق لك انت وحافظ.